محمد، تعرف إن مقدمك خصمك؟ لا لا لا، مش هشتري. وأنا مش عايزاك تشتري غير لما تقتنع. انا اول مره حد يقول لي الكلام ده. تعال أنا هقولك ليه. عشان ببساطة جوار مش بروجكت بيبيع نفسه بالكلام، ده بروجكت بيديك اكسبيرينس مختلفة. تخيل تبقى عايش في بروجكت 75% منه لاندسكيب ووتر فيتشرز، مساحات مفتوحة وهدوء وخصوصية. انت اكيد عارف التجمع الخامس صح؟ احنا هنا في الابجريد الحقيقي ليه. يعني مثلا مفيش عمارات او فيلات سيبريت، لانك في منطقة كلها جيتد كوميونتي ومفيش مشاكل في البنية التحتية. وغير ده كله انت هتبقى على اهم المحاور الرئيسية، يعني انت قريب من الدائري الاوسطي والسويس والسخنة، حركة سهلة لأي مكان. طب ما كله بيقول نفس الكلام، ايه الجديد؟ لا، مش كله حواليه بيج نيم ديفلوبرز، اورا، سعادة، هايد بارك، لافيستا. طب خلينا عمليين اكتر، انا برضو هستفاد ايه؟ هتستفيد انك بتشتري بدري، سعر النهارده اقل بكتير من سعر بكره، وهتستفيد انك عايش في مكان فيه كل حاجه، من اول كلاب هاوس لحد المساحات اللي هتتمشى فيها براحتك، ده غير سبا والجيم والملاعب وكل خدمات يومك حواليه. طب والوحده نفسها بقى؟ عندنا كل المساحات متصممه بذكاء، مفيش ولا متر ضايع. تقسيم داخلي هيخلي كل جزء في البيت ليه استخدام، يعني كل جنيه بتدفعه ليه قيمه حقيقيه. طب والدفع؟ مقدمات بتبدا من 5% واقساط بتوصل لحد 10 سنين، ده غير ان في كذا نظام سداد تقدر تختار ما بينهم. وما تنساش مقدمك خصم. مش قلتلك مش هتشتري غير لما تقتنع؟ ها، اقتنع؟ اكيد. امضي. ولو انت مهتم سجل معانا.